كفتة داود باشا حرفيا من أسرع وأسهل الوصفات اللي عملتها. هعملها معاكم النهاردة بطريقة بسيطة جدا من غير مكونات كتير، والنتيجة بجد رهيبة. بس قبل ما أبدأ، أنا أسماء. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة. أول حاجة هنا معايا اللحمة المفرومة، نص كيلو من اللحمة المفرومة، عليه نسبة بسيطة جدا من الدهن حوالي 20 جرام، ولكن لو عايزين نضاعف كمية الكفتة بنزود نسبة اللحمة. وعليها بصلة مفرومة ناعم. والبهارات بتاعتي هنا بسيطة جدا: ملح، فلفل اسود، كمون، 7 بهارات، ربع معلقة من القرفة، وباقي التوابل نص معلقة صغيرة. هنا نزلت بالبصلة من غير ما اصفي ميتها ولا اي حاجة، وهقولكوا على السر ده بعدين. ودي بقى اهم مرحلة عجن الكفتة. نفضل نعجن فيها كده لحد ما انسجة الكفتة تبان والكفتة تبقى عبارة عن عجينة. بصوا. ودلوقتي بقى طريقة التشكيل، مش هنسيبها ترتاح ولا اي حاجة، هنشكل فيها على طول كور صغيرة زي ما انتوا شايفين. دي طبعا الطريقة التقليدية لكفتة داود باشا. بصوا، خدوا بالكم حجم الكورة بيقل في التحمير، واحنا بنحمر الكفتة حجم قطعة اللحمة بيقل، فلو عايزين تكبروا الكورة شوية بنكبرها، بس انا حابة الحجم ده. هنشكلها كلها بنفس الطريقة. طبعا انا قلت لكم مش بنصفي مية البصل ولا اي حاجة، عشان احنا هنسيبها ترتاح في التلاجة نص ساعة فهتتماسك. وهنا بقى طعم البصل في الكفتة، طعم مية البصل بينقل الوصفة في حتة تانية. ودي بقى صلصة الكفتة معانا: بصلاية كده مقطعة صغنن مع معلقتين من الزيت، وبننزل بكمية الطماطم بتاعتنا، التوابل، ملح، فلفل اسود، كمون، بننزل بنص معلقة من السكر، ونسيبها تتسبك كويس جدا. ودلوقتي بقى ضفت معلقة واحدة من الزيت بعد ما الكفتة ارتاحت في التلاجة نص ساعة، ونزلت بكرات الكفتة بتاعتي. هديها تحميرة كده على نار متوسطة. وهنا بقى في المرحلة دي يفضل ان احنا نهز الطاسة بس بتاعتنا، ما نقلبش بمعالق ولا حاجة، لحد ما الكفتة اتحمرت وبقت بالشكل ده. ودلوقتي هننزل عليها بالصلصة بتاعتنا. انا سبت الصلصة غلت غلوتين بس. ونزلت كمان على الصلصة بالمناسبة نص معلقة من البابريكا، ممكن ننزل بمعلقة من الصلصة المعلبة. انا ما حطيتش صلصة معلبة ولا حاجة، البابريكا ادت لها اللون اللي انا محتاجاه. بصوا، وهنا بقى الكفتة بتاعتي كانت جاهزة خلاص، مع رز بقى بالشعرية، مع مكرونة سباجيتي. بجد الكفتة في حتة تانية، يعني لو داود باشا نفسه كان عايش كان عجبه طعم الكفتة. وبس كده.